ده بيت عاطف كمال محمد. ده جايب 99.5%. خدتوه كلية الطب ازاي ده؟ ايه الطعامة دي؟ ايه اللذاذة دي؟ المسلسل ده من ألذ المسلسلات اللي فيها ابتسامة طول الوقت وكوميديا واقعية وخطيرة في معظم المشاهد من غير أي مط في الأحداث. مسلسل بالطو، المسلسل الشبابي اللي فيه مميزات كتير مش لاقيينها بقالنا فترة. صناع المسلسل كلهم فريش ولسه لابسين البالطو جديد، من أول الإخراج للقصة لحد البطولة. كتير قوي من صناع المسلسل ده عملهم الأول أو عملهم الأول الكبير، فهل ده هيكون في صالح المسلسل ولا هيبوظ الطبخة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. بس قبل ما نبدأ حلقتنا استأذنك تشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير علشان ده بيساعدنا في انتشار الفيديو والقناة. ويلا بينا. يا مساء الفل على الكل. مسلسل بالطو مسلسل كوميدي من بطولة عصام عمر في أول بطولة مطلقة ليه، وشاركوا في البطولة ممثلين كتير هنتكلم عنهم دلوقتي. واللي كتب المسلسل أحمد عاطف فياض عن روايته بالطو فانيلا وتاب، ومن إخراج عمر المهندس اللي بالمناسبة هو حفيد الأستاذ فؤاد المهندس، واللي مثل في دور كلكم عارفينه كويس. فاكرين سعيد اللي ما بيغسلش إيده بعد البيبي في فيلم ألف مبروك؟ هو ده المخرج عمر المهندس، مخرج مسلسل بالطو. أنا سعيد بن عم مريم، ألف مبروك. بتدور أحداث المسلسل عن عاطف خريج كلية الطب اللي دخلها غصب عنه وبيستلم تكليفه في وحدة صحية في قرية بعيدة قوي برضه غصب عنه، وبنشوف ازاي بيتعامل مع المواقف اللي مغصوب عليها دي كلها يا عيني. المسلسل معمول حلو قوي، وواضح انه مش بإنتاج ضخم لكنه طالع بجودة كويسة قوي قوي، والجودة دي سببها الرئيسي المخرج عمر المهندس اللي شكله تعب على المسلسل من اختيار ممثلين وأماكن تصوير تحسها حقيقية قوي، مع انها بتلمع شوية عن الحقيقة، بس معلش لزوم الصورة الحلوة. والأهم اللي قدر يحافظ عليه المخرج في أول حلقتين هو الإيقاع السريع للأحداث والمواقف الكوميدية اللي ما بتتقطعش تقريبا في كل مشاهد الحلقتين. واضح قوي شغل المونتاج في المسلسل اللي بيخدم القصة والموضوع الكوميدي، مونتاج سريع وبسيط بقطعات في الوقت المناسب. الصورة حلوة والأحداث اللي بيمر بيها البطل تحسها طبيعية وممكن تحصل كل يوم لأي حد، إلا شوية أحداث صغيرة لزوم الدراما، لكن في المجمل تحس إن البطل قريب منك وكأنك تعرفه من زمان. والعامل الرئيسي في الكوميديا اللي احنا شفناها هو السيناريو اللي مكتوب حلو قوي من روائي طبيب عاش مواقف كتير شبه اللي كتبها، والمواقف دي تحسها فعلا حقيقية وممكن تحصل. ونروح للممثلين والتمثيل. المسلسل مليان ممثلين كوميديين في اول ظهور ليهم، او نجوم كوميديين كبار في ادوار اكبر زي عارفة عبد الرسول ومحمد محمود ومحمود البزاوي. والجميل اللي موتنا من الضحك في مسلسل موضوع عائلي محمد رضوان بتلقائيته وصوته اللي اول ما تشوفهم تضحك على طول، بس اعتقد ان هو ضيف شرف في المسلسل ومش هيظهر معانا كتير. وحبيت قوي الموظف بتاع مديرية الصحة، الراجل ده خطير وبيموتني من الضحك. وفرحت لما شفت الستاند اب كوميديان وليد المغازي اللي قايم بدور صاحب عاطف. وليد المغازي من احسن الستاند اب كوميديانز في الوطن العربي، ومن اول الناس اللي احترفوا المجال ده، ودمه خفيف وبيموت من الضحك. وعجبتني برضو الفنانة سلافة غانم بدور مس حليمة، ومستني اشوفها في باقي الحلقات. واسماء كتير هنتكلم عنهم بعد ما نشوفهم في الحلقات الجاية. المسلسل مليان إيجابيات من صورة حلوة وإيقاع مناسب للأحداث وموسيقى وحوار، لكن أهم ميزة بالنسبة لي هي إن المسلسل فريش بسبب إن معظم صانعيه من الشباب، المخرج والبطل والسيناريست ومدير التصوير وفريق الإنتاج كله. وده باين قوي في روح المسلسل، حاجة خفيفة ولذيذة وليها طعم تاني، وشايفها مشجعة قوي ويا رب تكمل على كده. بس طبعا مفيش عمل ما فيهوش سلبيات، ومسلسلنا سلبياته قليلة قوي. وأول السلبيات معانا هي الصورة النمطية للفلاحين، واللي خلت مواطن من مطوبس في كفر الشيخ يقدم شكوى للنائب العام علشان المسلسل بيسيء لمدينته. يا عم مش للدرجة دي، بس كان نفسي المسلسل يهرب من حتة النمطية دي ويستغلها استغلال كوميدي زي مسلسل الكبير مثلا. وحاجة كان نفسي تبقى أحسن سنة، مع إن الديكورات حلوة ومواقع التصوير جميلة، لكن نظافة ونظام الوحدة الصحية كان محتاج سيكة عشوائية علشان يبقى واقعي أكتر. وأكبر سلبية في الحلقتين، ويا رب يطلع كلامي غلط، هو دور الفنان خالد الصاوي اللي حضوره كان باهت قوي واداؤه ضعيف وافهاته كانت اسخف حاجه في الحلقتين. وده مش من عاده الفنان الكبير خالد الصاوي، لكن اعتقد الخبره ما كانتش راكبه مع التجربه الفريش اللي بتتعمل.
وبعد ما شفت اول حلقتين متحمس قوي اشوف باقي المسلسل واكمل رحلة عاطف، واتمنى يكمل المسلسل بنفس الحلاوة دي علشان هيبقى فتحة خير على شباب كتير وموهوبين كتير مستنيين الفرصة. واشوفكم بعد نص المسلسل وارجع لكم برأيي واتمنى يكون خير. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واشوفكم في حلقة جديدة في السينما. سلام.